السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. وهذه القصة يرويها الشخص بنفسه. يقول: كنت قادم من الرياض لزيارة الوالدة ومعي والدي. يقول: أنا كنت بارا جدا بوالدي، حيث أني لا أستطيع أن أطلب منهما في درج السيارة أقف بالسيارة وأذهب إلى الباب الآخر وأخذ ما أردت أن آخذه دون أن أطلب من والدي برا به، وأيضا بإذن الله بارا بوالدتي ولا أرفض لها طلب. يقول: وأنا في خط رجعتي إليهم من الرياض إلى هذه المنطقة التي تبعد عن جدة 350 كيلو تقريبا أو تزيد قليلا. يقول: كلمني أحد الأشخاص وأخبرني بأنه يريد شراء سيارتي التي عرضتها عن البيع وأنه يرغب فيها جدا. فلما أخبرني عن مكان تواجده بأنه في جدة، قلت استصعبت الأمر. 350 كيلو صعب جدا جدا، ولكني قلت له إن شاء الله هكذا دون أن أنوي الذهاب إليه صراحة، يعني أبدا استصعبت الأمر. حينما ذهبت إلى الوالدة أخبرتني بأن الشغالة التي لديها تريد أن تسافر إلى بلادها، وهي يعني عملت معنا كثيرا ونكرمها دائما. قال: أوصلها إلى المطار بنفسي. وبرا بوالدتي أخذتها ووصالها إلى جدة، ورافقني أحد الأخوان. وأثناء وصولنا لجدة أردت عرض السيارة للبيع في المعارض، لم يعطوني السعر المناسب ولم أبدا، يعني بخس قيمتها كثيرا، يعني أعطوني أقل مما أريد. أنا 25 أريد 1000 وهم أقل بذلك كثير. حين خروجنا من المعارض رأيت شخصا يعني يشير لنا بالوقوف يريد شراء السيارة، فرفضت يعني. ولكن صديقي الذي معي أرى يعني طلب مني وألح بأن نقف له نرى ما عنده. وقفنا له، وإذا به يركب ويقول: هذه السيارة ليست بغريبة علي، رأيتها قبل كذا، كأنها مثل السيارة التي أردت شراءها من قبل. يقول: نظرت إليه وقلت: أنت أبو حامد؟ قال: بسم الله، كيف عرفتني؟ قال: أنا من حدثتك في الهاتف وأنت تريد شراءها، ولكني والله قلت لك إن شاء الله هكذا، لم أرد الذهاب إليك. فسبحان الله اشتراها ب25,000. هكذا نتعلم من أن الله إذا أراد شيئا لك سيأتيك حتما، وإن رفض الرافضون فأرح قلبك. سبحان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.